ازاي تتعامل مع شخص بيتجاهلك وتخليه هو اللي يجي يكلمك. بس اللي انا هقوله ده في حاله ان الشخص ده بيتعامل معاك كويس جدا بس مره واحده بقى بيتجاهلك. اول حاجه ما تروحش تكلمه خالص ولا تساله مالك، لان في الوقت ده هو بيبقى متجاهلك قاصد ومش عايز يتكلم معاك. فلو انت رحت اتكلمت معاه هتلاقي ان الموضوع بيجيب نتيجه عكسيه، بانه بدل ما تخليه يكلمك هتخليه بيبعد عنك اكتر، وفي الوقت ده هيكون بقى شكلك وحش قدامه، وفي نفس الوقت الموضوع ما جابش نتيجه وفضل متجاهلك. تاني حاجة، اوعى تجيب الغلط عليك او تفتكر ان انت عملت حاجة ضايقته عشان كده هو متجاهلك، لان حتى لو انت غلطت او عملت حاجة ضايقته المفروض ان هو يجي يقولك، فكون ان هو اختار ان هو ما يقولكش يبقى هو عايز ده بإرادته. تالت حاجة، انت لازم تنشغل عن الشخص ده تماما وتشوف حياتك وما تركزش معاه، عشان يعرف ان هو مش محور الكون، او ان انت مش هتفضل مركز معاه طول حياتك. لا، انت عندك حياتك ولازم تبين له ده كويس قوي. وهنا بقى هتلاقيه بدأ يعمل رد فعل ويستغرب طريقتك اللي هو ما كانش متوقعها، لان هو كان فاكر انه لما يتجاهلك انك هتروح تكلمه، لكن لما يلاقي منك رد الفعل ده هيهتم وهتلاقيه رجع وبدأ يكلمك تاني. وده عشان البني ادم طول ما الحاجه بين ايديه وحاسس انها ملكه ما بيحسش بقيمتها، لكن لما حس ان انت هتضيع منه وحس ان هو مش فارق معاك ولا انت في دماغك اصلا، رجع لوحده وعزك في حياته.